مشاهدينا الافاضل، طابت اوقاتكم. نشرة اخبار الفضائيه الاريتريه لهذه الفتره يصحبكم فيها محمود عبد الله بكفاح، والتي نستهلها باهم وابرز العناوين. البلاد تحيي 20 من يونيو يوم ذكرى الشهداء. إحياء مناسبة ذكرى الشهداء في الإقليم الجنوبي. الإريتريون في السعودية ومصر وزامبيا يحيون ذكرى الشهداء. إسرائيل تستخدم الطيران الحربي في قصف مخيم جنين وسقوط قتلى. الرئيس الصيني يعلن عن التوصل إلى أرضيات تفاهم مع أمريكا. إيران وأوزباكستان توقعان عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري. مرحبا بكم من العناوين إلى التفاصيل. أحيت البلاد اليوم 20 من يونيو يوم ذكرى الشهداء بفخر واعتزاز كبيرين، وفي المراسم الرسمية لإحياء ذكرى الشهداء والتي جرت في مقبرة الشهداء بالعاصمة أسمرة صباح اليوم، وضع فخامة الرئيس سياسة فورغي إكليل من الزهور على شرف الشهداء. وشهدت المناسبة فعاليات فنية عكست مضمون الاستشهاد وذكرى الشهداء بحضور الرئيس سياسة فورقي والوزراء وكبار المسؤولين في الدولة وقادة الجيش ورجال الدين والدبلوماسيين المعتمدين وآلاف المواطنين. وأمضى الشعب الإريتري مساء أمس في الداخل والمهجر ذكرى الشهداء ذكرى العزة والكرامة بإضاءة الشموع، وقام عشرات الآلاف من المواطنين في مدينة أسمرة بمسيرة شموع تتقدمها المارشات من شارع الشهداء إلى شارع الحرية وحتى ساحة الفاتح من سبتمبر. وقال حاكم الإقليم الأوسط السيد في السهاية هايلي في المنشط الفني المنظم بالمناسبة والذي تم بثه مباشرة عبر وسائل الإعلام المحلية أن 20 من يونيو يوم الشهداء ويوم عزة وفخر ومناسبة عظيمة يحييها الشعب الإريتري عاما إثر آخر. وقد أحيت المناسبة في جميع أقاليم البلاد بوضع كليل الزهور في مقابر الشهداء وإضاءة الشموع وتنظيم الفعاليات الفنية. كما جرت الساعة 1 من ظهر اليوم وقفة حداد على أرواح الشهداء بالتنسيق مع الفضائية الإريترية وإذاعة صوت الجماهير الإريترية لمدة دقيقة واحدة وقف فيها الشعب الإريتري في الداخل والخارج إجلالا لشهدائه الأبرار. أحيا الإقليم الجنوبي يوم ذكرى الشهداء في احتفال نظم بمدينة مندفرة حاضرة الإقليم، وقام آلاف المواطنين يوم 19 من يونيو في مدينة مندفرة بإضاءة الشموع في شوارع المدينة وتنظيم مسيرات للجيش وفرق الورود الحمراء حتى مقبرة الشهداء. وأضاءت السيدة سمبوتو جابريز جابيهير وهي أم لثلاثة شهداء شمعة في النصب التذكاري للشهداء، بينما وضع مدير مديرية مندفرة السيد هزكياس هوبت إكليلا من الزهور. هذا وقام السكان في مديريات الإقليم بأنشطة نفير من 13 من يونيو لرعاية الأشجار وغرس الشتول في مقابر الشهداء وتوزيع مبلغ 81 ألف نقفة قدمها عمال إدارة مديرية مندفرة لأسر الشهداء. قرر تنظيم الشباب العامل في مديرية عصبة إعالة 40 أسرة الشهيد بمناسبة يوم ذكرى الشهداء. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم جنوب البحر الأحمر السيد عثمان عبد القادر أن تنفيذ أمانة الشهداء مسؤولية كل المواطنين، مشيدا بمبادرة الشباب العامل لإعالة أسر الشهداء في السنوات الأربع الماضية. وذكر بأن أعضاء تنظيم الشباب العامل ظلوا يعيلون 55 أسرة شهيد منذ عام 2019 بتقديم مبلغ 500 نقفة لكل أسرة، وسيعيلون 40 أسرة إضافية لعامين بدءا من هذا الشهر. من جانبه أوضح مسؤول مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في الإقليم السيد يوسف السهايي أن فرع العمال قدم حتى الآن أكثر من 1,100,000 نقفة لإعالة أسر الشهداء، داعيا لمواصلة الدعم الفردي والجماعي لأسر الشهداء. وقدم في المناسبة دعما ماليا ل40 أسرة بمعدل 3,000 لكل أسرة الشهيد، ودعما عينيا ل25 أسرة الشهيد يقدر بحوالي 5,000 نقفة لكل أسرة. من ناحية ثانية قام أعضاء جمعية الفرقة العسكرية 96 وعضوات الاتحاد الوطني للمرأة وتنظيم الشباب العامل في مديرية عصب بنفير في مقبرة الشهداء. أحيا الإريتريون في الرياض والقاهرة والأوساكا 20 من مايو ذكرى شهداء إريتريا. وجدد المشاركون في مناسبة إحياء ذكرى الشهداء التي جرت في السفارة الإريترية بالرياض والتي تضمنت إضاءة الشموع جددوا العهد بتنفيذ أمانة الشهداء وتبرعوا ب 18,482 ريال سعودي لصندوق أمانة الشهداء، كما قرروا إعالة 16 أسرة شهيد إضافية. وقدمت في المناسبة الشهادات التقديرية للمواطنين الذين تعهدوا بإعالة 51 أسرة الشهيد العام الماضي.
تخللت المناسبة الأناشيد التي أداها طلاب المدرسة العالمية الإريترية في الرياض. كما أحيا الإريتريون في القاهرة يوم ذكرى الشهداء مؤكدين جاهزيتهم لتنفيذ أمانة الشهداء، وتبرعوا ب $1160 أمريكي و9230 جنيه مصري لصندوق أمانة الشهداء. وأحيا الإريتريون في مدينة لوساكا بزامبيا يوم الشهداء مؤكدين على العمل بقوة لتربية أبنائهم بالقيم الوطنية وتنفيذ أمانة الشهداء. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة مختلف الأنشطة بمناسبة 20 من يونيو يوم الشهداء، وقام أعضاء المكتب المركزي للاتحاد وفرع ساوا ومؤسسات التعليم العالي برحلة سير على الأقدام إلى حديقة الشهداء يوم 19 من يونيو ونفذوا أنشطة نفير. كما شهدت تلك الاحتفالات العديد من المناشط الفنية. وفي برنامج ذكرى الشهداء المنظم يوم 16 من يونيو بعنوان النصر للجماهير أقيمت فعاليات توضح تضحيات 3 أجيال. كما قام أعضاء المكتب المركزي للاتحاد الوطني للشباب والطلبة وفرع الإقليم الأوسط وفرع سوا ومؤسسات التعليم العالي وتنظيم الشباب العامل وغيرهم بنفير يومي 10 و17 من يونيو في منطقة بيت قرقيش. وقام أعضاء آخرون ببرنامج للتبرع الطوعي بالدم يوم 12 من يونيو. مشاهدينا الأفاضل، كانت هذه الأخبار الداخلية. فاصل قصير ونوافيكم بالأخبار العالمية، فابقوا معنا. مرحبا بكم. على الصعيد العالمي، قتل 5 فلسطينيين بينهم طفل يبلغ 15 عاما، وأصيب 45 آخرين بعد اقتحام قوات إسرائيلية لمدينة جنين ومخيمها في الضفة الغربية حسب إفادات وزارة الصحة الفلسطينية. وأفادت وزارة الصحة بأن فتاة تبلغ 15 عاما أصيبت في رأسها برصاص الاحتلال ونقلت إلى مستشفى جنين الحكومي وهي بحالة حرجة. كما أصيب 3 شبان بالصدر والرقبة ونقلوا إلى مستشفى ابن سينا التخصصي وهما بحالة خطيرة. واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، ونشرت قناصة فوق بعض المنازل، حيث دارت مواجهات عنيفة في عدة مناطق أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الصوت وفق تصريحات وسائل إعلام فلسطينية. اجتمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في بكين مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وفق إفادات وكالة أنباء الصين الجديدة. وجاء اللقاء الذي تم تأكيد حصوله في آخر لحظة في اليوم الثاني والأخير من زيارة بلينكين للصين ضمن مساعي هادفة إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وبكين. وإثر اللقاء أكد شي جين بينغ أنه تم خلال الاجتماع إحراز تقدم والتوصل إلى أرضيات تفاهم بين البلدين. وعبر الرئيس الصيني لضيفه عن أمله في أن تسهم زيارته إيجابيا في تعزيز العلاقات الثنائية حسب ما أفادت به قناة CGTN الصينية التلفزيونية الرسمية. وفيما تؤشر الزيارة على دعم الطرفين للجهود الرامية إلى تحسين العلاقات بينهما، أكد أعلى مسؤول في الدبلوماسية الصينية وانغ يي للوزير بلينكين أن بلاده لن تقدم أي تنازلات بشأن تايوان حسب إفادات تلفزيون CCTV الرسمي. وقعت جمهورية إيران الإسلامية وأوزباكستان 10 اتفاقيات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، وتتضمن الاتفاقيات الموقعة بين إيران وأوزباكستان مجالات التجارة التفضيلية وإنشاء مناطق حرة مشتركة والتكنولوجيا والزراعة. ووصل رئيس الجمهورية الأوزبكي شوكت مير ضيايف إلى طهران على رأس وفد رفيع المستوى لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية. وتهدف مذكرة التفاهم هذه إلى تعزيز مبادئ وأسس التعاون في النقل والعبور في ممرات النقل الدولية المشتركة، وتحسين طرق العبور وتطوير النقل البري والسكك الحديدية بين البلدين، وتسهيل ربط إيران بدول آسيا الوسطى عبر أراضي أوزباكستان، وإلقاء جميع رسوم العبور في طريق البلدين وتبسيط جميع عمليات النقل بينهما. قتل 13 شخصا على الأقل وفقد 3 آخرون بعدما ضرب إعصار جنوب البرازيل، وخلف أيضا آلاف المنكوبين حسب ما أعلنته عنه السلطات. وتسببت أمطار متواصلة ورياح قوية بأضرار في عشرات البلديات في ولاية ريو غراندي دو سول بما في ذلك عاصمتها بورتو أليغيري. وأعلن الدفاع المدني في هذه الولاية المجاورة لأوروغواي وباراغواي أن عدد القتلى ارتفع إلى 13، بينهم رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر، بعد العثور على جثتين في مدينة كارا الواقعة في إحدى أكثر المناطق تضررا. واجتاحت رياح قوية الساحل بما في ذلك مدينة تراماندي، حيث سجلت رياح وصلت سرعتها إلى 101.9 كيلومتر في الساعة، وذلك حسب أرقام رسمية. وتضررت منازل كانت تأوي ما يقرب من 5000 شخص. في نهاية النشرة لكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين.
البلاد تحيل 20 من يونيو يوم ذكرى الشهداء. إحياء مناسبة ذكرى الشهداء في الإقليم الجنوبي. الإريتريون في السعودية ومصر وزامبيا يحيون ذكرى الشهداء. إسرائيل تستخدم الطيران الحربي في غصب مخيم جنين وسقوط قتلى. الرئيس الصيني يعلن عن التوصل إلى أرضيات تفاهم مع أمريكا. إيران وأوزباكستان توقعان عدة اتفاقيات للتعاون الاقتصادي والتجاري. مشاهدينا الأفاضل، بهذا نكون قد وصلنا بكم إلى نهاية النشرة. شكرا على حسن المتابعة، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.